لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. الخوف شعور صعب، والحزن شعور أعمق من أي كلمة، لكن لما الاتنين بيجتمعوا القلب ساعات بيقف، مش عارف يتصرف ولا حتى يدعي. في لحظة صعبة زي دي كانت أم بتشوف رضيعها بيتاخد منها، مش عارفة مصيره إيه، بس كل اللي قدرت إنها تعمله إنها ترميه في اليم. مش يأس، لكن طاعة لله ويقين إنه مش هيضيعه. موسى عليه السلام اتاخد من حضن أمه، بس ربنا قال لها لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عارفة، ربنا ما قالهاش هترجعيه دلوقتي ولا إمتى، قال لها هرجعهولك بخير وأمان. قال لها اطمني، خلاها تصبر عشان لما يرجع برسالة، ويرجع بقيمة، ويرجع وهي قلبها اتربى على الثقة. انت كمان لو فقدتي حد بتحبيه او حاجة نفسك فيها او حلم كان غالي عليكي، افتكري الآية دي. مش كل اللي رايح ضايع، ومش كل تأخير خسارة. في حاجات كتير بتغيب عننا شوية عشان ترجع لنا أنضج وأجمل وانت أقوى. سيبيها على الله، يمكن اللي راح بيترتب عشان يرجع أفضل، يمكن الدعوة اللي لسه ما اتحققتش بتتبني على مهل، بحكمة، بحب. دي كانت ديا لقلبك. اللهم رد لنا ما فقدنا، وطمن قلوبنا بجميل وعدك، ولا تجعلنا نخاف ولا نحزن ما دمنا في حماك.